مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في شركة Gift of Legacy. شركة هبة الإرث منصة هي تقدم لنا فرصة للمشاركة في مشروع الهبات. أنت تعطي هبة وتأخذ هبة، أي تعطي هدية وتأخذ هدايا. فهذه هي فكرة المشروع، لا أحد يتحكم بك، لا تأخذ منك الشركة أي أموال، ولكن التعامل يكون بين الناس من مختلف أنحاء العالم. إذن فلنبدأ بالشرح. لدينا 4 أنواع من الأشخاص. لدينا الواهب. الواهب هو الذي ينضم في البداية ثم يعطي الهدية. البناء هو الذي يبني المشروع، يعني يعرض المشروع على الآخرين ويضمهم إلى المشروع. المرشد هو الذي قام بالفعل بضم أشخاص، وهو الذي يساعد فريقه في البناء. وأخيرا الأسطورة. الأسطورة هو الذي يستقبل المال. إذن الهدف ما هو؟ أنت تبدأ في الواهب، ثم تصعد درجة إلى البناء، ثم تصعد درجة إلى المرشد، وأخيرا تصعد إلى الأسطورة، وهنا تستقبل المال. حين تكون الواهب فأنت فقط تدفع المال إلى الأسطورة ثم تنتظر دورك. حين تصعد إلى درجة البناء حينها تقوم بضم شخصين، ثم بعد ذلك تصعد إلى المرشد. حين تصعد إلى المرشد أنت تساعد أولئك الشخصين كي يضموا بدورهم شخصين، وأخيرا تصعد إلى الأسطورة. حين تصعد إلى الأسطورة أنت تستقبل المال كما ترون هنا في هذا الجدول. هذا هو الأسطورة في الوسط. هؤلاء الواهبون الموجودون على اليمين والواهبون الموجودون على اليسار كلهم سوف يبعثون المال إلى الأسطورة. حين يبعثون جميعهم إلى الأسطورة ينتهي هذا الجدول ويذهب هذا الأسطورة لحاله، لكن هذا المرشد يصبح أسطورة، وهذا المرشد الآخر يصبح كذلك أسطورة، ويصبح لكل واحد فيهم جدوله الخاص لكي يستقبلوا أيضا الأموال، وهكذا تمضي تدريجيا. فأنت تبدأ بمبلغ صغير تعطيه هدية، ثم تعمل لتضم شخصين على الأقل، ثم بعد ذلك تصعد إلى رتبة الأسطورة، ثم تبدأ بأخذ المال. إنها بسيطة وتحتاج فقط إلى الالتزام بضم أشخاص هم أيضا يقومون بنفس الأمر. لا يمكنك أن تضم مثلا أختك وأبوك أو أمك ثم تقول لقد قمت بما علي. لا، سوف تضم أشخاص تشرح لهم المشروع لكي يقوموا بنفس الأمر، وهكذا دوالي. إذن من أين نبدأ؟ نبدأ فقط ب$25. حين تتسجل في الموقع سوف تضغط على الأسطورة وسوف تظهر لك معلوماته، وسوف تتكلم معه في الواتساب، ثم ترسل له $25. وحين ترسل له $25 سوف يقوم بتأكيد التوصيل بالمال، ثم تأخذ مكانك في الجدول أو اللوحة. بعد ذلك حين تصعد وتضم شخصين وتنهي الجدول سوف تأخذ $200، أي أن 8 أشخاص سوف يرسل كل واحد منهم $25 لك، وسوف يكون المجموع هو $200. بعدها ماذا سوف تفعل؟ لديك خيار، إما أن تنسحب إذا شئت، أو أن تعيد الدخول إلى هذا الجدول المسمى بالفحم من جديد وتربح فيه مرة أخرى $200، أو أن تدخل إليه ثم تدخل أيضا إلى اللوحة الثانية البرونز $100، وفيها أيضا سوف تربح حين تنهيها حين تصل إلى رتبة الأسطورة $800. وبالطبع الأشخاص الذين ضممتهم في البداية في المرة الأولى سوف يتبعونك، فأنت لا تحتاج إلى أن تضم أكثر من 2. حتى لو ضممت أكثر من 2 ساعد بهم فريقك، وأنت حر، يمكنك أن تضمهم باسمك أو أن تضمهم باسم فريقك. المهم أنك في اللوحة الثانية حين تدخل إليها $100 سوف تربح 800، ثم بعد ذلك حين تربح 800 تدخل إلى اللوحة الثالثة، ويمكنك أن تعيد أيضا لوحة 100. حين تدخل إلى اللوحة الثالثة ب400 سوف تربح $3200 حين تنهيها طبعا. ثم اللوحة الرابعة الذهبية تدخل فيها $1600 وتربح $12800. وأخيرا اللوحة الخامسة البلاتين تدخل $5000 وتستقبل وتربح $40,000. وطبعا أنت كل لوحة تدخلها سوف تبقى فيها، سوف تكررها كي تربح دائما، ونفس الأمر يفعله الناس الذين ضممتهم، وهكذا تمضي اللوحة تدور. أنت تدخل إلى 25 لوحة $25 وتبقى فيها، تدور دائما وتربح دائما $200.
نفس الأمر للوحة البرونز، دائما ستربح منها 800 دولار، وكذلك الفضية سوف تربح دائما 3200 دولار، ثم الرابعة ثم الخامسة، هكذا دائما، بحيث يكون المجموع ما يمكن أن تربحه من كل هذه اللوحات أكثر من 40 ألف دولار. وكلما كررت أي لوحة سوف تربح نفس المبلغ وأكثر. وبماذا بدأت؟ بدأت فقط ب25 دولار من جيبك، والباقي تدفعه من أرباحك. إذن هذه هي Gift of Legacy، هبة الإرث بكل اختصار. أتمنى أن تعجبكم. تواصلوا لمعرفة التفاصيل والانضمام إلينا إن شاء الله. إلى اللقاء.